السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم اكله حلوه جدا بجد، لازم تجربوها وتعملوها بالطريقه دي، هتعجبكم. كميه كبيره وهتوفر معاكي قوي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جبت برغل ناعم، هاخد منه كوبايه ونص. خلاص، هنغسلها بميه سخنه. شايفين المخلل بتاعي، الخيار والفلفل، بصوا في القلب ده. وجبت طبعا شويه مخلل من بره، بس طبعا مش زي بتاع البيت. خلاص، هنغسل البرغل بتاعنا بمية سخنة. خلاص، الخطوة دي مهمة. هنحط عليهم كوباية ونص مية، بس مش اكتر من كده. انا مش عاوزة كمية المية كتير في البرغل. خلاص، غسلته شطفته كويس جدا. هحطه كده، هغطيه بقى واحطه على جنب حوالي نص ساعة. معلش الموبايل ما كانش بيصور، اسفة. حطيت بصلاية كبيرة وطماطمية وشوية مية بس في الخلاط، فرمتهم ناعم جدا زي ما انت شايفة. هنزل المية بتاعتهم. الوصفة دي فعلا مميزة وجديدة وهتعجبكم جدا. خلاص كده، هاخد التفل بتاع البصل والمية احطهم على البرغل. هسيبه برضو كمان شوية، حوالي نص ساعة، مش اقل من كده. انا عاوزة البرغل بتاعي يطرى. هجيب بصلاية كبيرة، بص تقطيع عشوائي، مكعبات بقى زي ما انت عاوزة. خلاص، انا قطعت تقطيع مكعبات كده وخلاص. اكلة حلوة متكاملة، جميلة، طعمها حلو. جبت جزرتين كبار كمان، هقطعهم برضو تقطيع عادي جدا، بس نحاول الجزر بالذات نخليه صغير عشان بياخد تسوية كتير. خلاص كده، قطعت الجزر بتاعي اهو. 4 5 طماطميات. برضو الخضار حسب كمية الوصفة اللي انت هتعمليها. انا عملت كمية خضار كبيرة شوية عشان عاملة كمية كبيرة. هقطع الطماطم حوالي 5 6 طماطميات برضو مكعبات، تقطيع كده سهل وسريع بسرعة بايدينا اهو. الفيديو طويل، اسفة، بس معرفتش اقصره اكتر من كده. عايزة اوريكم وصف الاكلة ومستعجلة فيها على فكرة كمان ومسرعاها. فلفلاية صفرة رومي وفلفلاية حمرا وفلفل اخضر. خلاص، اكلة فيها مواد غذائية وبروتين. اكلة فعلا حلوة جدا، مغذية جدا اهو. الفلفل الاحمر فلفلاية برضو. خلاص كده، هقطع بقى كمان الفلفل الاخضر فلفلتين. الخضار ده بيبقى حلو قوي مع بعضه بجد، هيعجبكم ان شاء الله. عايزه بقى تزودي تاني براحتك، كوسه بقى، بسله، بطاطس. انا استكفيت بالكميه بشويه الخضار دول لانهم ادوا طعم حلو قوي مع بعض. خلاص كده، البرغل طري، مش هيطرى قوي، هيطرى معاكي في الاكله. ما تخافيش من دي، انت سيبيه نص ساعه بس مش اكتر من كده. ميه مغليه، يعني كوبايه ونص برغل هياخدوا كوبايه ونص ميه مغليه تنقعيهم فيها. هتلاقيها امتصت الميه. وتدعكي البصل كده، التفل بتاع البصل بيه. خلاص، هتحسي ان هو ليه ريحه كده مش محببه لينا، لان احنا مش متعودين على البرغل كتير. ده بتاع الشام تقريبا يعني اكتر حاجه. نص كيلو لحمه مفرومه او زياده شويه، هحطهم عليها. ربطتين بقدونس كبار نقطعهم. فالبصل، تفل البصل والطماطمايه بيغيروا ريحه البرغل خالص، فما بيديهاش ريحه وحشه. التوابل كمان اللي هنحطها والتشكيله اللي هحطها لكم هتغير الطعم خالص، هتخلي طعمه حلو قوي. خلاص، يعني كيلو الا ربع لحمه على البرغل ده هيديكي كميه كبيره، اكتر من كيلو ونص، اكتر كمان من كيلو ونص. هنحط الملح بتاعنا، فلفل اسود، معلقه فلفل اسود كبيره كده حلوه، معلقه 7 بهارات. وندعك بقى، ندعك حلو قوي. هتاخدي وقت في الدعك، يعني تدعكي مثلا تقريبا نص ساعه. خلاص، دي شيء مهم جدا، ما تزهقيش. ادعكي كويس، لازم المكونات تدخل جوا بعض. ونفضل تحس ان هي بقت مطاطية، ما تزهقيش يعني، طولي بالك شوية. خلاص، ممكن تعملي كمية وتشيليها في الفريزر، حلوة جدا فعلا.
وبتشرفك في العزومات وبتدي كمية حلوة. خلاص لسه ما خلصناش، هندعك تاني معلقتين دقيق، لازم دقيق لازم. خلاص هدعك برضو معلقة طحينة كبيرة. بصي بقولك المكونات مع بعض تحفة بجد، هيدوكي صباع كفتة طري، وبصي حكاية بجد. هندعكهم مع بعض كويس جدا. انا بقولك هتاخديلك حوالي ربع ساعة نص ساعة دعك، لازم الخطوة دي لغاية ما اوريكي شكل العجينة هتبقى عاملة ازاي. بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر او معلقة ممسوحة. الصيام عامل عمايله، مخليني ناسية المكونات خالص، يعني كل ما افتكر اروح راجعة جايبة حاجة وجاية. معلش نستحمل بعضينا في رمضان. خلاص كده ندعكم تاني، ناقص بس حاجة واحدة بس، معلقة بهارات الكفتة اهي، بتخلي الكفتة حلوة جدا بجد. هندعكم بقى شوية بقى حلوين. خلاص مفيش حاجة تانية هنحطها، ندعكم بقى شوية حلوين قوي لغاية ما الاقي ان الكفتة بقت تمط معايا. خلاص اهو، خلاص كده انا قعدت دعكتها كمان يعني، مشيت الفيديو اهو. اهو زي ما انت شايفة تمط معاكي. لسه هنحطها في التلاجة، تحطيها في التلاجة حوالي نص ساعة ساعة. كل ما بتقعد في التلاجة طبعا بتحلو، بس احنا عشان مستعجلين اقصى حاجة ساعة. طلعتها من التلاجة اهي، هوريها لك دلوقتي وانا بصبعها. نحط شوية زيت، لازم زيت جنبك عشان ما تمسكش في ايديكي وتضايقك. اهو ندعك ايدينا وصوابعنا كده حلو قوي، ونعمل، انا هعملها كور يعني، حبيت اغير. ممكن تعمليها على السيخ، انتي تعمليها صوابع براحتك. اهي زي ما انت شايفه اللحمه طريه جدا وحلوه قوي يا جماعه بجد والله، خفيفه بشكل مش طبيعي اهو. وعطتني كميه كبيره هوريها لك دلوقتي اهو. هصبقها هعملها كلها قدامك، يعني عملت كميه كبيره اكلتنا وشلنا الباقي في الفريزر بجد والله، واحنا اسره كبيره مش قليلين اهو. زي ما انت شايفه نعملها كلها كده كور، بس كور مليانه كده تملى العين كده، عشان ايه اللي ياخد كورتين 3 يشبع ويتوكم كده اهو. صبعي كده، حطي زيت، اهم حاجه انك تبلي ايدك بالزيت كويس اهو. شايفه عامله ازاي؟ فعلا طريه وحلوه، ملمسها حلو جدا. معلقه الطحينه مع الدقيق، لا بجد حلوه. كتري فيها البقدونس، البقدونس بيخلي طعمها حلو قوي اهو. يعني حاولي تظبطي الكفتايه كده يبقى كلهم تقريبا قد بعض اهو. خلص الكميه كلها. شايفين عامله ازاي؟ انا بوريها لكم فعلا حلوه جدا. ما تخافيش ان هي طريه قبل ما تحطيها في التلاجة، ما تخافيش خالص، وما تزوديش حاجه تاني. المقدار ده مظبوط قوي. هقولهولك تاني، كيلو الا ربع لحمه مفرومه فيها نسبه دهون بسيطه، كوبايه ونص برغل، ربطتين بقدونس كبار، معلقتين دقيق، معلقه توابل الكفته، معلقه فلفل اسود، معلقه 7 بهارات، آم، آه، تفل بصلة كبيرة وطماطماية تفل بتاعهم بس، والمية هنعوزها برضو اهو. والملح بتاعنا زي ما انت شايفة الكمية التانية قد اللي احنا شلناها قد اللي عملناها. يلا بوتاجاز، شايفة عاملة ازاي؟ طاسة على النار، هنحمر الكفتة بتاعتنا في زيت، هنحمره عادي اهو. الطاسة تسخن بتاعتنا وننزل بالكفتة بتاعتنا. انا مش هغمقها، انا هديها لون بس ذهبي وخلاص. خلاص كده حطينا الكفتة بتاعتنا كلها
زي ما انا قلت لك احنا هنديها لون بس وخلاص، مش هنحمرها قوي، مش هتفك منك خالص، متخافيش من دي. هي طريه وانتي بتحطيها كده وحاسه ان هي ملمسها طري قوي وناعم، لا مش هتفك خالص منك، هتفضلي تقلبي فيها يمين شمال، ما تخافيش. اهو انا بحاول اقلبها الناحيه التانية، بحاول اخلي اللون حوالين داير الكرة كلها، يعني متبقاش حته وحته، لا على قد ما بقدر. خلاص كده هنبتدي نطلع، هو ده اللون اللي انا عاوزاه، مش عاوزه اكتر من كده. هبتدي اطلعهم اهو زي ما انت بصي، قلبي فيها براحتك مش هتتفك خالص. هعمل لك صوص ليها بجد جبار، مش هتبطلي تعمليه خالص. في نفس الطاسه اللي فيها شويه الزيت هنزل بالخضار بتاعي، طبعا الطاسه بتاعتنا سخنه قوي. هنزل بالخضار بتاعي، شايفين شكل الخضار نفسه؟ والله بجد شكل الخضار تحفه. خلاص كده هنزل بميه البصل والطماطميه اللي احنا طلعناهم، يعني هسوي بيهم الخضار بدل ما نكبهم خساره. احنا كنا فاكرين ان معلقتين كبار صلصه ان الصواريخ دي بتبقى في العيد، الدنيا اتقلبت خالص. رشة سكر بسيطة على الصلصة، معلقتين زبدة او مكعبين زبدة، ونقلب بقى. نحط التوابل كمان بتاعتنا، باقي التوابل، الملح بتاعنا، الفلفل الاسود، انا مش هحط توابل تاني، يعني هو فلفل اسود وملح ومكعب مرقة، لان الكفتة متبلة بالتوابل الكفاية قوي اللي في الكفتة، هتنزل في الصوص ده، في الصلصة دي او الخضار ده، فهتطعمه وهتخليك طعمه حلو جدا. خلاص هنسيبه بقى ايه يغلي غلوتين حلوين كده مع بعض الخضار اهو. خلاص كده نسيبهم بقى مع بعض ياخدوا ويدوا كده، ونجيلي بعد اهو. خلاص كده شايفين الخضار ابتدى يدبل ازاي؟ انا مش عاوزه ادبله قوي برضو، شايفين عامل ازاي الصوص تقيل قوي من الصلصه، وان هو غلى كمان مع نفسه شويه حلوين. هنزل بالكفته بتاعتي، والله شكل الخضار نفسه ما شاء الله يفتح النفس. هنزل بالكفته بتاعتي، الكفته دي اعمليها وحطيها في الفريزر، فعلا موفره وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاكي وقت وطعمها حلو، طعمها مميز. عايزه بقى زي ما قلت لك، عايزه تحطي حاجه تاني مع الخضار، بطاطس، كوسه، بسله، براحتك. يعني ما حبيتش احط نشويات كتير، انا عامله جنبهم شويه رز، جنب الكفته عامله شويه رز حلوين كده شعريه. هنقلب، هزود شويه ميه كمان عشان الكفته تتطعم من الصوص ده، لان طبعا احنا ما سويناش الكفته، احنا يا دوب شوحناها بس في الزيت اهو. هحط شويه ميه بسيطه برضو، وهوطي النار، ما خليش النار عاليه عشان تغلي كده وتاخد وتدي مع الخضار والصوص ده اللي احنا عاملينه الحلو قوي الجبار ده اهو. هرش شويه ميه صغيرين، يعني حوالي نص كوبايه ميه صغيرين، يغلوا حلو، يغلوا حلو قوي. نسيبهم حوالي 5-6 دقايق اهو. بقى الكفته بتاعتنا في كيس، حطيها في الفريزر، هتعملك نفس الكميه دي بجد. يعني انا بقولك كيلو الا ربع على الخضار، على البرغل والبقدونس، عملت لي حوالي 2 كيلو الا ربع كفته، تحفه بجد اهو. خلاص كده هنقلب كويس جدا، نخلص من القطر نطلع في الصواريخ، يعني ما فيش حاجه بتسيبنا خالص. خلاص كده هنقلب بقى تقلبتين حلوين، ونجيب صينيه. مش عاوزه تحطيها في الفرن بلاش، يعني مش مهمه خالص، هي حلوه كده قوي. لكن انا حبيت بس ايه عشان الفيديو اديها لون كده، تشميع الخضار، اديله تشميعه تحت الشوايه اهو. هنجيب صينيه بجد تحفه بجد، يعني سيبيها بس شويه على النار مع الخضار ياخدوا من بعض. اهي الصينيه، انزل بالخضار بتاعي كله اهي. ما شاء الله عامله لك كميه كبيره، صينيه محترمه كده تاكل ولادك لو ضيوف كمان على السفره، تحفه. اتمنى الوصفه تعجبكم فعلا وتجربوها لان هي حلوه جدا. هديها لون واوريها لكم دلوقتي اهي. ما شاء الله شايفين عامله ازاي؟ بجد حلوه قوي، طعمها حلو، ريحتها حاجه مختلفه وهتعجبكم. معلقه الطحينه الكبيره دي بتدي ملمس حلو قوي للكفته، والبرغل كمان مديها ملمس حلو. ما تحسيش ان هي فيها حاجه تاني يعني ما تحسيش ان هي فيها برغل اصلا، تحس ان هي كلها لحمه
اهو جنبي شوية الرز. اتمنى الوصفة تجربوها بجد لان هي حلوة ومميزة، وتقولي رأيكم فيها، وبألف هنا ومع السلامة.